فضلكم بلاش نخلط الدين بالتاريخ. احنا كأثريين لما بندرس ما بنرجعش للدين، مفيش علاقة بين ده وبين ده. ربنا لما عمل قصة آدم، سيدنا آدم، ما قالش هو نزل على أنهي أرض، لما حصل الطوفان ما اتقالش في أنهي مكان، لما اتقال ان سيدنا يوسف كان جه وزار مصر ما اتقالش انهي فتره، ما حدش يعرف انهي فتره، ما حدش يعرف انهي ملك، اتقال عزيز مصر. لما جه سيدنا موسى اتقال فرعون مصر. دي كلها اسماء ما حدش يعرف ده امتى. فمن فضلكم ما تخلطوش. وانا ماشيه في المتحف المصري القديم بلاقي ناس كتيره جدا من الدول العربيه ومصريين، فين فرعون موسى؟ فين الفرعون؟ عايزه اشوف الفرعون. مفيش حاجه اسمها الفرعون، مفيش شخص لحد دلوقتي احنا لقيناه عرفنا ان هو دوت فرعون موسى. ما هوش رمسيس الثاني، ما هوش تحتمس، ما هوش احمس، ما هوش اي حد في الدنيا، ما حدش يعرف. بلاش نخلط الدين بالتاريخ من فضلكم. احنا في انتظار افتتاح المتحف، هنعمل دعايه ان شاء الله ما اتعملتش وما حصلتش في الدنيا بحالها. العالم كله جاي يتفرج على اثارنا. الملك ده من اعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني، ده اول ملك عمل اتفاقيه سلام في العالم. عارفين يعني ايه اتفاقيه سلام؟ ده الخطوه بتاعته اتاخدت بتدرس في العالم، الخطوه العسكريه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ في اعظم ملوك مصر. يا جماعه من فضلكم التعليم، وهكررها تاني، الرساله دي مش للمصريين، المصري من حقه يسال لانه ما يعرفش. مش كلنا متعلمين ومش كلنا مثقفين بنفس الدرجه. هتيجوا تسالوني عن حاجه في الطب انا ما افهمش، لكن من حق الوزاره بتاعه التربيه والتعليم تنزل لنا منهج صح، ومنهج نعرف ازاي ندرسه، ومنهج نحبه نفتخر بيه ونتكلم عن ملوكنا وحكامنا. مصر لسه ما بحتش بكل اسرارها، لسه ما نعرفش مين رمسيس الثاني، لسه ما نعرفش الهرم اتبنى تاني ازاي. صباح الفل من المتحف المصري الكبير. وكفايه الهجوم اللي جاي علينا من الافرو سنترزم، كفايه دوت. مش ما ينفعش الهجوم المره دي يجي من جوه مصر. صباح الفل المتحف المصري الكبير.